نرحب بضيفنا اليوم الشاعر اليمني المتألق بكلماته وبأخلاقه الذي شارك في مسابقة راعي القصيدة ووصل إلى نهائيات في شاعر المليون، وهو شاعر ذكي وتنوع في كلماته، ولكن أغلب كلماته فيها مشاعر صادقة وهادفة للمجتمع. وفي هذه الحلقة راح نتعرف عليه أكثر وأكثر. مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا بالمذيع خولة أهلا فيك. المتألقة دائما، وأنا سعيد اليوم بتواجدي معكم، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة استثنائية إن شاء الله، وأشكرك لأنك لبيت الدعوة الصراحة. احنا لنا الشرف بتواجدنا معكم، وإن شاء الله بإذن الله إن احنا نرضي جماهيرنا ونقدم شيء يليق بذائقتهم. أكيد أكيد. بنبدأ بالسؤال الحين. كم صار لك في مجال الشعر؟ والله كثير، يعني في مجال الشعر أنا طبعا كم سنة يعني تقريبا؟ ما أقدر أحدد لك يعني كم سنة، لكن من الطفولة وأنا شاعر، لأنه يعني عائلتنا ما شاء الله تبارك الله، ممكن من الجد السابع إلى الأب إلى ما شاء الله. شعراء كلهم، فعندنا الشعر يعني هذه بيئتنا كلها شاعرية. ما شاء الله. زين، شو اللي خلاك تدخل في مجال الشعر؟ يعني ليش ما اخترت مجال ثاني غير الشعر؟ يعني ليش اخترت الشعر بالذات؟ والله حسيت نفسي ناجح في المجال هذا، لأنه مجال غيره أنا فاشل وأعرف نفسي. زين، كم كان عمرك يوم كتبت أول كلمة أو أول قصيدة؟ والله هل لها قصة خلف هذه القصيدة؟ يعني في قصة؟ أيوة صح. طبعا الوالد رحمة الله عليه كان مهندس بترول المملكة العربية السعودية، وأنا كنت في صف ما أدري ثالثة ابتدائي أو رابعة ابتدائي كذا في الابتدائية، والله ما أتذكر بالضبط. فسافرت العائلة كلها نجران، بقيت أنا لحالي هناك. فبعدين تأخر الوالد وكذا، فما كان فيه لا اتصال ولا شيء، بس عبر احنا نسجل شريط ونرسل به مع واحد يروح المنطقة هذه. فأتذكر البيتين يقول: يا الله يا الله يا اللي فوقنا معتلي، تودي الشيخ مد القلب يصبح سلي، ناسي عياله اليوم أن يأكل طلي. هذه كانت أول قصائد، ترى حصرية والله ما قد أعطيتها أي قناة ولا أي مذيع هذا الأبيات. هل الوالد كان شاعر وعلمك ولا من الفطرة يعني؟ الوالد شاعر بس ما كانت يعني اهتماماته الشعر، ولا كان شاعر يعني ما يحتاج، وعمي شاعر وجدي شاعر، بس أنا اهتميت فيه يعني أكثر واحد يعني في العائلة. زين، شو حاب تقول للوالد إذا كان قدامك الحين؟ الله يرحمه، أنت كذا تأثري علي والله. ترى أنا قوي لكن الوالد أضعف. يعني لما تذكري الله يرحمه ويغفر له، لو كان قدامي الحين بقول له: ارفع راسك، وراك رجال وعلى يمينك رجال. أكيد أكيد أكيد. زين، ليش تم اختيارك المشارك الوحيد من اليمن ببرنامج شاعر المليون، والمتقدمين من اليمن للمشاركة يمكن تقريبا 200 شاعر؟ ليش بالذات أنت يعني؟ والله أول حاجة الحظ يخدم، يعني بدون تقصير أو تقليل في زملائي اللي قدموا، لكن أحيانا يجي واحد يتوفق بنص أقوى من زميله. صحيح. فأنا توفقت في النصوص اللي قدمتها وفي حضوري، وهذا حظ يعني في الأول والأخير. صحيح. ولا زملائي وافين وعندهم شعر وإلقاء وكل شيء، ولكن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وفي السنين القادمة إن شاء الله أشوفهم على كرسي المليون. إن شاء الله إن شاء الله كل شيء نصيب. صحيح. ليش الشعراء يكتبون أغلب قصايدهم باللهجة البيضاء؟ اللهجة البيضاء ليست ملك لأي دولة أو أي منطقة. اللهجة البيضاء طبعا هي لهجة يتكلم بها العالم، يتكلم بها الشاعر، يتكلم بها المثقف، يتكلم بها المذيع.
لأنه أنت ما عاد صرت يعني ملك منطقتك، صحيح. أنت ملك 22 دولة عربية، صحيح. فالكل لازم يفهم عليك، فأنت مضطر بعض الكلمات أن تبيضها، يعني المفردات. صحيح. يعني فيه كلمات مثلا خاصة بمنطقة أو بقبيلة أو أيوة تقدر تغيرها بس بالعربية الفصحى عشان يفهمك الناس الآخرين. لهذا وليس تصنع، لأن فيه كثير يقولوا هذه للشاعر تصنع، وهذا لا، ما هو تصنع، بالعكس. أكيد. أنا أبغى صوتي يوصلك، يوصل العراقي، يوصل المغرب العربي، يوصل مصر، يوصل السعودية، يوصل اليمن. فهذه الأشياء أنا أشوف أنها يعني شيء مستحق لأي شاعر وأي عالم وأي أن يتكلم باللهجة البيضاء. صحيح. وأنت اللي سويته أفضل شيء، لأن في بعض الكلمات يمنية في الإمارات ما يعرفونها، يعني طبعا بعض الكلمات، وفي بعض الكلمات إماراتية اليمنيين ما يعرفون فعلا. وأنا أعرف شعراء ترى سعوديين، صحيح، وأعرف شعراء إماراتيين وكويتيين وشعراء كثير، يعني صحيح، أغلب شعرهم باللهجة البيضاء. يعني لو يجيبوا بمفردات بمنطقتهم ما فهمنا عليهم. أيوة صحيح. أيوة. زين، هل صرقت عليك قصايد من بعض زملاء؟ والله هل تبيع قصايدك؟ بالنسبة للسرقة فيه والله، بس في ناس غالين يعني أحيانا أمشي أموري أسكت عنهم، وفي ناس يعني أعطيهم إنذار وكذا. في بعضهم يعني عندما يشوف أني حسيت بالموضوع يكتب يا أخي هم عارفين الناس أنها قصيدتك، قلت لا يعني اكتب تحت كلمات الشاعر. صحيح. وسرقت عليه قصايد فعلا، ولكن مش نادم عليها لأنه كانت في بداياتي. الشيء الثاني بيع القصايد. صحيح نبيع قصايد، اللي أي شاعر يبيع قصيدة، بعدها قصايد شيلات، وأغلب الشيلات الحين اللي تسمع المشهورة كلها من كلماتي، وأعترف، وهذا باب رزق. صحيح. يعني وأي شاعر يقول أنه ما يبيع قصيدة لا تصدقيه، لا، اللي يقول كذا ما حد جاه ولا حد بيشتري منه. لكن احنا نبيع قصايد ويعني بشكل مستمر إلى الآن نبيع قصايد ونتنازل عنها، يعني تنازل تام. تقدر تقول المبلغ كم؟ والله شوفي، أحيانا يكون مبلغ عالي وأحيانا يكون يعني بس أقل مبلغ تقدري تقولي 5000. زين، ليش الجمهور ينتقد الشاعر يوم يمدح دولة معينة أو حاكم أو شيخ القبيلة؟ هذا السؤال طبعا يعني يواجه الكثير من الشعراء. شوفي، أي إنسان يستحق المدح صحيح. تمام، الناس تمدحه. يعني أنا لو ما كنت شاعر بمدحه بالكلام، ولكن أنا سلاحي هو الشعر، فلازم إني أمدح فلان هذا، يعني يفرض علي الرجل هذا إني أمدحه، أو الدولة هذه أو الحاكم هذه. تمام. وثاني شيء الناس اللي يعني يقول لك المديح هذا انه ما يحبه ولا هذا، ما انا اشوف انه لا يستحق المديح اول حاجه، ولا فيه الخصال التي تتوفر علشان انه يستحق المديح. فهو يستغيظ انك ليش مدحت فلان. تمام. لان الرجال النشامه عندما تمدحها تشوفها شامخه. صحيح. والرجال اللي ما يسوى يوم تمدحه يدنق براسه. صحيح والله. عرفتي؟ فدائما ايوه. اما بالنسبه للدول وما دول، كلنا نحب الدول العربيه. صحيح. ما علينا من الاشياء اللي تتعلق بالحكومات. تمام. احنا كعرب نحب الشعوب العربيه. صحيح. ولا نتدخل في الامور السياسيه او يعني يسدوا. احنا بس شعراء وشعب نحب بعضنا. منو الشاعر اللي لا سمعت قصايده ودك تسمعه مرة مرتين وثلاث؟ والله شوفي، أنا عندي 3 شعراء. أي. صراحة يعني ما أدري هل أنا أحبهم
يعني الأشخاص ولا خلاص يعني متأثر فيهم. في شاعر يمني اسمه مبارك بن بسران الدهمي، يعني الرجل هذا يعني أنا أشوفه أنه الشاعر الأول في اليمن بلا منافس يعني مرة. والشاعر والمرحوم سعد بن جدلان من المملكة العربية السعودية، وعندش من دولة الإمارات الشاعر جمعة القويص. زين، شو سر توارث اليمنيين للشعر، ومن وين لهم هذه الفصاحة يعني؟ شوف، في ما شاء الله تبارك الله في اليمن يعني ثقافات متنوعة وألوان متنوعة، فهم أهل الفصاحة يعني معروف من قديم الزمان. فعندهم ثراء شعري، وأنا أشوف الأغلب أنه بالعربي الفصيح يعني من أفضل الشعراء أنا أعتقد. لكن المشكلة الوحيدة اللي ما خلت هذا الزخم الثقافي يظهر هو عدم تواجد الإعلام الكافي لهذه الفئة. زين، هل تحس أن الشعراء اليمنيين مظلومين؟ والله مظلومين ثقافيا وماديا وإعلاميا صراحة يعني. زين، هل في يوم من الأيام راح نشوف الشاعر فارس الثابتي يعتزل الشعر؟ والله الشعر شو أنا إذا اعتزلته بكون متذوق له، يعني هو يجري في الدم. يعني ترى الشاعر الآن يعني مش إنه يبغى يرضي الناس، ترى يرضي نفسه. يعني أنت الآن شاعر في راسه شيء يبغى يخرج. أنا يوم تجيني القصيدة لازم أخرجها أرتاح، أنا أرتاح نفسيا. ثاني حاجة أبى أنوه للمشاهدين والمتابعين إنه أحيانا أنا كشاعر أجيب قصيدة عن الغدر، عن الخيانة، عن الفراق، عن الحب، عن ممكن ما تلامسني، ممكن ما مريت في هذا الموقف، ولكن أنا أعبر عن شعور الآخرين. صحيح. وأبغى الآخرين يتناقلوها. صحيح. يعني مثلا في واحد عنده مشكلة يعني حصلت وفراق أو غدر من صديق أو شيء، أنا حطيت الفيديو هذا ممكن يحطه لحاله وكذا كذا، فأنا ليس كل ما أقوله أمر فيه. إيه. في وجهة نظرك، هل أي حد يقدر يكون شاعر؟ أي حد يعني يمر ويقول أنا بكون شاعر يستوي؟ في وجهة نظرك؟ والله ترى شوفي، الشعر أنا أشوفه أنه موهبة من رب العالمين، عرفتي؟ فالتعلم صعب، التعلم صعب يعني حتى لو درست وتعلمت ومارست وسويت، لكن يعني مثل إيش؟ مثل أقول إيش اللي يعني يجي يكحل هوا معها. زين، ممكن تلقي لنا قصيدة يمنية أو عن اليمن؟ عن اليمن. طيب، يقول: من وين ببدأ فيك يا موطن تغشاك الخريف، تتساقط أوراقك وبستانك تشرد حارسه، كنت السعيد اللي فصولك ما يفارقه القنيف حتى يد الحطاب، ما تلقى الجذوع اليابسة يا موطني، حتى نخيلك صار غارسها ضعيف، والبن بشجاره من الرهبة ينادي حامسه، معادي خلوبك حمامة سلم يطربها الرفيف القيض شاويها، وقد هذا سنة الخامسة عروك من ثوبك، وثوبك عارفين انه نظيف لابد ياتي يوم وانك بدل ربي لابسه، صنع اصبحت دره بفم مفعى ومنظرها مخيف، والوجه متجعد من افعال الوجيه الدامسه، معاد خلوبك حمام يقول والوجه متجعد من افعال الوجيه الدامسه، الناس تمشي في شوارعها مثل مشي الكفيف، والخوف في احيا المدينه كل يوم تمارسه، يا موطني جرحك يعلمنا، لو ان جرحك طفيف ما بالك بجرح تشاركناه يد ملامسه. سلامتك. صح لسانك. صحة أبدانك. بسألك سؤال، وهالسؤال يعني في السوشيال ميديا صراحة وايد في جدل. حلو. السؤال يقول: في واحد اسمه سفير الشعراء مشهور في التيك توك، قال قصيدة وأظن هذه القصيدة كانت موجهة لك. صحيح.
شو ممكن تخبرنا عنها؟ قصيدة الخلطة سميناها. قصيدة خلطة. هذه خلطة بقعة. طبعا أنا أول نزلت بيتين، والشاعر هذا سفير الشعراء ذكي يعرف من أين تأكل الكتب، فنزلت بيتين أقول مؤثرات الصوت ما تمشي على أهل الذائقة، النجم يبقى نجم عالي والقزم يبقى قزم، وروس خلق الله ما هي كل ساعة رايقة، أحيان ما ودك تسولف مع ولد عمك لزم. فأنا نزلت هذه يعني من باب أنه أنا يعني طلعت في راسي هذا الأبيات جبتها أنا والله لا أقصد أحد ولا شيء. فالرجال سمعها وسوى لي إعجاب وراح يحط يعني قصيدة يعني يبغى يثير الجدل. أيوة. تمام يعني مثل اللي يقول يصعد على كتفك. إيه لا ما هو يصعد، ترى الولد مشهور ما شاء الله تبارك الله، بس انه يبغى اثاره جدل. وجه لي قصيده يذكر فيها الفنان ابو حنظله وكذا كذا، وهم طبعا يعني تقريبا من منطقه واحده، واحنا في اليمن يعني مذاهب الشافعي والزيدي ولا نستعيب من هذه المذاهب ونفتخر فيها. افتخر في الزيدي وافتخر في الشافعي وافتخر في الجنوبي وافتخر في جميع مناطق اليمن، بلا وما عليه من الكلام او الردود اللي جاتني هذولا من ناس ردة فعل، واحترم يعني وجهة نظرهم، ولكن والله العظيم اني اشوفهم اخواني واشوف اخوي الصغير اللي غلط علي وانا مسامحهم. فكان ردي يعني انه في اخر بيت يقول انا بلادي سبا من حين تحلت مراد تصالحوا بينكم ولا انفقوا يا زيود. أنا كان قصدي يعني إنهم من منطقة واحدة تمام، وأثارت الجدل. ويعني اللي مثلا باغض أو اللي كاره كبر الموضوع، وهو يعني ما يعيب. هذا مذهب ما هو عرق. أنا لو تكلمت عن منطقة وعرق معين أنا هنا تنمرت، صحيح، لكن هذا مذهب ونحترمه ونقدرهم، وهم يمنيين ولهم يعني تاريخ عظيم. وأنا إذا هذه الكلمة يعني مسببة لهم إزعاج أنا أعتذر للصغير والكبير، وفارس الثابتي رقبته سداده لهم. شو حابة تقول في آخر الحوار؟ حاب أقول في آخر الحوار شكرا للمذيعة المتألقة خولة، وأتمنى أن نشوفك يعني في تصاعد إن شاء الله وتألق أكثر وأكثر. وأوجه تحية للجماهير في اليمن وخارج اليمن، وأوجه رسالة أخرى وأخيرة إن احنا نكون ناس نحكم بالعقل وليس بالعاطفة. صحيح. ولا ننجرف يعني وراء أي كلمة. وهذا اللي عندي وتحياتي لك. شكرا لك، والله أسعدتني لأنك لبيت دعوتي، وبصراحة أجوبتك كانت جدا ممتازة لكل سؤال يعني، وإن شاء الله يكون لنا لقاء ثاني وثالث إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. وأنا والله أني تشرفت بوجودي معكم، والله أنا الشرف، وأتمنى أني كنت ضيف خفيف عليكم. أكيد أكيد أنت ضيف مو بس خفيف، الحلقة خليتها خفيفة علينا الصراحة. الله يطول أعماركم، حرجتوني بطيبكم. قصايدك الحلوة الجميلة صراحة. طول لي عمرك.